السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي الرديف أو منتخب السكيتيوي غيواجه منتخب جزر القمر على الساعة 1 بقطر بملعب خليفة الدولي. السكيتيوي في امتحان آخر، امتحان ثالث بعد سنة ونيف، تقريبا سنة ونصف بعد الألعاب الأولمبية وبعد فوز بالشان. غدا غيدخل مغامرة أخرى وهي مغامرة كأس العرب. اذا غدا السكيتيوي غيبدا واحد الامتحان، يعني امتحان اخر، يعني انصار السكيتيوي غدا سيتمنوا للسكيتيوي بطبيعه الحال، وحتى انصار الركراكي يتمنوا للسكيتيوي مسيره موفقه. يعني ولينا وكاننا ايطاليا العرب. يعني تعرفون أن إيطاليا فيها مدربين كثر، أنشيلوتي، مالديني، كابيلو. يعني الحمد لله المدرسة المغربية بدأنا نقارن بعضنا بالبعض، بدأنا نقارن بين الركراكي والسكيتيوي، ونقارن بين السكيتيوي ووهبي، ونفضل أحدهما على الآخر. صراحة هذا شيء جميل، يعني فوزي القجع برافو عليه، يعني اعتمد على المدرسة المغربية وخلى واحد الصراع جميل جدا يؤدي إلى تطور الكرة الوطنية المغربية. واخا نديروا واحد المقارنة بسيطة بين الركراكي وبين السكيتيوي. بماذا يمتاز الركراكي وبماذا يمتاز السكيتيوي؟ بالنسبة للكوتشينغ، يعني من دكة البدلاء، وليد الركراكي مدرب واقعي بزاف وكيقرا الخصم مزيان قبل ما يلعب، قوي التعامل النفسي مع اللعابه صراحه، يعني عنده فيستيان مزيان صراحه، تيحافظ على الفيستيان وكيدير واحد الجو زوين صراحه. التغييرات ديالو يعني تتكون باش يحافظ على التوازن، ماشي باش يغامر، وديما كيبان تقريبا انه هادئ وتيعطي الثقه للاعبين وتيتحمل المسؤوليه. طارق سكيتيوي مدرب جريء بزاف وكيحب الهجوم، سريع في التعامل مع الماتش، يعني وكيبدل الخطط يعني بلا خوف، تيخرج من سيستم لسيستم، وكيعتمد على الضغط العالي وتدوير اللعابه حتى في الماتشات يعني الصعاب. المدرسه ديالو صراحه المدرسه السكيتيويه اللي تمتاز بها واللي تفتخر بها في المغرب قريبه من المدرسه الهولنديه او المدرسه مثلا الاسبانيه اللي تعتمد على الاستحواذ وبناء العمليات والتمريرات القصيره. يعني الخلاصه هو ان وليد الركراكي واقعي وسكيتيوي هجومي ومغامر، وهذا الشيء اللي تعجبني انا صراحه. وليد الركراكي كيعتمد بزاف على التحولات السريعه والهجمات المرتده، وكيلعب على الاجنحه السريعه، يعني كما كان من قبل بحال زياش وبوفال وحكيمي وهذاك الشيء. الهجوم عنده منظم ولكن ما كيطلعش بعدد كبير ديال اللاعبين، ما تيديرش واحد التفوق عددي، كيركز على استغلال المساحات ماشي على البناء الطويل ديال الهجمه. طارق سكيتيوي العكس، كيعشق اللاعب الهجومي المركب، يعني المثلثات، تبادل المواقع وتحريك الكرة يعني بجمالية، كيعطي الحرية الكبيرة لصناع اللاعب والأجنحة. يعني صراحة الفرقة كتسجل بزاف، وخي تسجل عليها ولكن تتسجل بزاف في الأخير تيخرج فايز. كيحب اللاعب ديال لاطاك بلاسي على الطريقة مثلا ديال كما ديال أجاكس ديال هذه شحال، ولا ديال هولندا، أو لا ديال برشلونة، ولا ديال المنتخب الإسباني. يعني في الملاحظة أو خلاصة ديال هذا الركراكي، يعني الهجوم ديالو سريع وواقعي، والسكوتيوي يعني هجومي وصريح ومغامر صراحة. بالنسبة لتوظيف اللاعبين، وليد الركراكي بارع بإعطاء كل لاعب الدور اللي مناسب مع القوة ديالو. يعني مثلا الحكيمي كيخليه يعني ظهير حر، يعني تيخليه يطلع. مرابط ثاني محور صلب. صراحة اللاعب مؤخرا يعني دياز بدات يعطيه واحد الحرية في الملعب وناحي بدات يعطيه واحد الحرية مثلا في كيلعب كرولايور، يرجع للور يقدر يلعب يعني ليبر، يعني ليبر. بالنسبة لطارق سكيتيوي صراحة كيعطي حريه كبيره للاعبه اللي عندهم يعني المهارات، اللي كيعتمد بزاف على اللاعب يعني التسعد يعني وهمي والتحركات داخل المنطقه. التوظيف الهجومي بزاف واحيانا كيجازف، يعني تيكون عنده واحد التنشيط هجومي يعني قوي، واحيانا كيجازف. ممكن يلعب
بلاعب مهاري في يعني في مركز غير متعود عليه باش يخلق واحد التفوق العددي. يعني خلاصه ديال هاد سميتو هو ان الركراكي منضبط، والسكيتيوي يعني حر ومبدع وجريء، وهذا ما احبذه انا كذلك. وليد الركراكي كيتحلى بالواقعيه، يعني يبدل في الضغط، يدخل لاعب سريع باش يستغل يعني المساحات، يعني معزز الوسط الى لقى الضغط مثلا طالع، يعني تيعزز الوسط. الحلول ديالو غالبا دفاعيه تكتيكيه محضه. بالنسبه لطريق سكيتيوي تزيد عدد ديال اللعابه القدام صراحه، وكيبدل المراكز باش يخلق واحد المفاجات، يعني لا مركزيه في اللعب، وهذا هو الخطط الجديده اللي تعتمد عليها مثلا لويس انريكي ومدربين يعني جداد. خلاصه هو ان مثلا الركراكي تيلعب بواحد الخطه مثلا دفاعيه ويعتمد على يعني المرتدات السريعه، بينما السكيتيوي صراحه يعتمد على اللعب الممتع واللامركزيه في اللعب. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.